كلنا إلى الرباط من أجل إنجاح الخطوة ديال الإنزال الوطني 14 أبريل أمام البرلمان. الشعار الموحد الذي جمعت عليه التنسيقية الوطنية في هذا اليوم هو إرجاع حقوقنا تامة نزولا من أجل إرجاع الحقوق ومن أجل انتزاع المطلب ألا وهو إسقاط المرسومين. فإذا كانت مجزرة إنزكان 7 يناير قد حتى حددها النظام من أجل ضد الأساتذة المتدربين، فنحن سنتوجه من الرباط من أجل انتزاع حقوقنا تامة وكاملة، إما الحقوق أو الاستشهاد. وتحية عالية لجميع الأساتذة والأستاذات. تأتي تنظيم الندوة الصحفية اليوم من أجل تسليط الأضواء على آخر التطورات التي تعرفها قضية الأساتذة المتدربين، ومن أهمها توقيف أو إحالة 3 الأساتذة مكونين على المجلس التأديبي، والذي تلقينا هذا الخبر بأسى وتحسر كبيرين، لأن اليد الحكومة والدولة امتدت الأساتذة المكونين بل تجاوزت الأساتذة المتدربين وكافة الفئات الشعبية. كما تأتي تخليد هذه الندوة من أجل التعريف بالقضية وآخر المستجدات المتعلقة بالمبادرة التي تتقدم بها حاليا في هذه الآونة مبادرة المجتمع المدني بحضور أو تحت إشراف الأستاذ الدكتور الرحيم العلام بمراكش. ومفاد هذه المبادرة هي تضيف الفوج كاملا دفعة واحدة في يناير، في حين أن ما يتعلق بالتكوين النظري هو ما تبقى من هذا الموسم، والتكوين التطبيقية ابتداء من شتنبر إلى حدود دجنبر. لذلك ارتأينا أن نعلن الرأي العام كذلك بأن كل التصريحات التي تقدمها بها الوزير المنتدب لدى وزير المالية الأزمي هي تصريحات كاذبة. لذلك جئنا اليوم لنعبر الرأي العام عن رفضنا القاطع والإدانة الشاملة لهذه التصريحات والتضليلية، والتي تدل بالملموس على أنها حكومة كاذبة لا ثقة في وعودها، سواء التي تعطيها الآن أو التي ستعطيها فيما بعد. بالمناسبة كذلك تأتي الندوة من أجل إحاطة الرأي العام على أن البرنامج النضالي كما كان مسطرا هذا الأسبوع سيعرف شوارع الرباط إنزالا واعتصاما ونضالات غير مسبوقة، نضالات الأساتذة المتدربين. إضافة إلى أن جئنا لنؤكد مرة أخرى على أن معركتنا ليس معركة الحزم بقدر ما أنها هي معركة الحزم، لأننا حسمنا المعركة منذ شهور وما بقي علينا إلا أن نحزم لكي ننهيها بشكل تام. أنا أستاذ متدرب من مركز إنزكان. الرسالة التي أريد أن أوصلها إلى كل الأساتذة المتدربين في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين هي أننا نمضي قدما حقيقة إلى في سبيل أنه نوصل للحل الذي كنا نطمح إليه، وبالتالي لا مجال للتراجع أو لا مجال للتهاون. هي معركة حقيقة كلفتنا الشيء الكثير، ولكن مستعدين إلى أن نضحي بكل ما نملك من أجل هذه القضية التي تعتبر قضية عادلة ومشروعة. وبالتالي فيما يخص هذه المبادرات أو هذا التضليل ديال الرأي العام الذي في كل مرة يخرج الأزمي بتصريح أو بأكاذيب الغرض منها هو تشتيت نضالات الأساتذة المتدربين، نقول لكل الأساتذة والأستاذات أنه علينا فعلا أن نثق في التنسيقية الوطنية، وعلينا فعلا أن نصمت بكثير من العزم. هي المرحلة الآن وصلت إلى ما وصلت إليه، علينا أن نكون يقينين من أن الحل سيأتي لا محالة، وبالتالي الصمود ثم الصمود لكل الأساتذة والأستاذات. وهي أيضا هي رسالة للشعب المغربي مزيدا من الالتفاف حول الأساتذة المتدربين، لأننا نخوض معركة عادلة ومشروعة. وتحية نضالية.